السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله دايما بخير والصحة وانا وراحة البال. هنعلمكم ان شاء الله باذن الله ازاي هنطلق الزغاليل. يعني معايا زغاليل هنشتريها، سواء كان اي حجم كبير صغير، بس نختار السلالة الحلوة اللي تكون كلها رقبة، يعني كلها حوصلة. ما تجيبيش الحمام والحوصلاتها صغيرة، دي بتبقى وحشة في السعاية وفي التربية. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هوريكم هنعمل ايه وهنجيب ايه. والحاجة لو انت جايك فراخ مثلا رد او هنا عسل تعمليه بالنية، معاي هنعلمك من تأتأ لسلام عليكم. بس كومنت حلو ولايك يا جماعة، اللايكات ناس. وبالنسبة لتصغيط البط، فكر والله يا ربنا يهدي صورتي، بس تمسك لي التليفون عشان هي اللي مزلانة التصوير، زلانة مبهدلانة على التصوير. طيب هبص الحجم ده، ندخل عاد نرجع عاد في البتاع. شايفين الحجم ازاي؟ واضح؟ اللي بتصور الحجم صغير يا جماعة، لسه مبزبز الشعر هني اهو، لسه صغير. ومعاه الجهاز، اختي لو شافتها هتبهدلني. هي امي جايبين لي، رحت استخدمتها للحمام. ربنا يستر. هنوريكم عشان هنتبهدل. حاطه فيه من جوا، بصوا يا جماعه، طريقه فتحه كده وقصها من فوق، وحاطه فيه علفه، كانك زيك زي الام، كأن امك الام بتزغ. تمام. هروح نقفل كده اهو. بسم الله تبارك الله. اهو. مستعجل عليه بميه سخنه وتسيبيه تبرد. لا، منين تسيبيه؟ تحطيه في ميه ميه من الحنفيه، وتركنيه 5 دقايق لحد ما العلفه تسيح. ده الحجم ده. طب لو حجمه كبير، ده جايين فراخ يتذبح، يبقى نزغط غلة، يبقى نزغط غلة. طيب هنعمل ايه عادي يا حبيبي؟ بسم الله ما شاء الله. هنوريكم كل حاجة على عينك يا تاج. هاتي دي كده يا استاذ انتي. تمام. هنجيب الحمام ونجيب الحاجة بتاعتنا دي. هنجيب الحمام بسم الله ما شاء الله اهو. شايفين؟ لسه صغير تبارك الله، بس سلالته حلوة يعني، نطلق منه. ودي يعني هناخد من ابوه، يعني لو عايزه تاخدي من ابوه مثلا لحد ما يكون ده كبير عندك تحت، وانت هتزقطع علف، تروحي ما شاء الله يكون ابوه بباض وقرب يفقش، ويكون انا ذبحته، انا اذبح في ده ويكون ابوه فقش لي تاني. ده لو عايزه السلاله تكتر منك زي الصين، زي الصين. ارفع سنك ده فوق يا حجي. تمام. تمسكي بقى بسم الله بسم الله. كده. دي لو زياده السلاله يا اخوان. اللهم صل على النبع. تبارك الله. دي زغطناها يا عم، مش كده حوالينا. وهاي يا جماعة الحصلة حطرشك، زادت معايا اهو. شايفين؟ وريهم عشان هم مزغطاه قبل ما نقطفه. بقيت زي العسل. وتمشيها عاد كده يا جماعة. بسم الله تبارك الله اهو. تمام. نمسك واحدة تانية، ربنا يستر اهو يا جماعة. تضغطيش قوي يعني، بالراحة عشان ما يموت، يعني هو مش هيموت منك زي ما قلت لك. لو زاد كفاية، كفاية يا عسل. اللهم صل على النبي. هتاخدي احلى حمام واحلى زغاليل هتشوفيه عندكم في التربية. هنخلصوا يا جماعة ونبقى نشوف الأحجام بسم الله ما شاء الله، ونشوفوا زغطوا ازاي، ونشوفوا زغلولنا بقى قد ايه مع ايه. اسبوع، كل اسبوع هنطلقوه مع بعض يا حبايبي. خليكم فاكرين الشكل عشان اوعدوس ايدك واكلاك على الزرار. عايزين تشوفوا الشكل يا جماعة عشان هنوريكم بإذن الله لما يكبر وتشوفوا حمام يبيض. وهنا صورتي مليكي فردة هي حمام. هذا اهو قدامكم على عينك يا تاجر. انتظروني في فيديو جديد. والحاجة يا جماعة واللي فيها علفة، اسبوع تاني نبدأ نزغط غلة، وهنرجع لما نزغط غلة برضو متابعة معاكم. مستنى الجزء الثاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.